السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. ما تنسوش تحطوا لنا لايك وشير وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات، بتعجبكم ولا لا؟ تعالوا كده نصلي على النبي ونبدأ كده الفيديو بتاعنا واليوم بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. انا جبت بصلة كده وخرطتها شرايح، بعد من كده حطيت عليها شوية فلافل وشوحتها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين عشان اعمل صينية بطاطس حلوة زيكم كده. المهم بقى انا عملت صينيه البطاطس، حطيت البطاطس برضو بعد ما غسلتها ونقعتها حطيتها تتشوح برضو مع البصله. بعد من كده بقى انا كان عندي الصلصه جاهزه، ما كانش فيها اي حاجه خالص الصلصه. حطيت كوبايتين كده او كرنبين صلصه عليها. بعد من كده سبتها تستوي مع نفسها كده، وبعد من كده بقى احطها في قلب الفرن. المهم بقى بعد ما انا خلصتها بالطريقه ديت سبتها بقى مع نفسها على النار. بعد ما البصل اتكرمل معايا كده وبقى مية مية والبطاطس اتشوحت، حطيت بقى البهارات بتاعتي، ورقة لوري، وحطيت شوية بهارات، اي بهارات انتوا حابين تحطوها. انا حاطه طبعا 7 بهارات، وحاطه كمون، وحاطه شوية بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة. المهم حطيت البهارات اللي عندي. طبعا دي كانت بواقي كفتة عندي من رمضان، انا عاملاها وكنت عيناها فقمت مطلعاها كده، قلت لازم أنا احطها مع صينيه البطاطس الحلوه دي. المهم بقى انا حمرتهم كده بالشكل ده وسبتهم على جنب لحد ما البطاطس خدت ودت كده شويه. بعد من كده هحطهم في البطاطس واحطها في الفرن. انا هنا بقى البطاطس بتاعتي شفتوا بقى بسم الله ما شاء الله كانت بتغلي زي العسل، اشتلتها طبعا وحطيت بقى الرز، قلت لازم أنا اعمل شويه رز بشعريه معاها. حطيت بقى شوية زيت حلوين كده وسبتهم يتقدحوا كويس، وبعد من كده حطيت الشعرية عليهم اتشوحت طبعا وخدت اللون الحلو بتاعنا الذهبي. بعد من كده بقى بضيف الرز عليهم. انا عاملة 2.5 كوب رز. انا عاملة معيار، المعيار ده بتاعي بتاع الحلة بتاعتي، كل يوم بعمل المعيار ده طبعا. بعد من كده بقى حطيت المية بتاعتي، وبعد من كده بقى حطيت شوية الملح وسبتهم بقى يغلوا كده، وبعد من كده ترددوا على النار وسبتهم بقى مع نفسهم شوية. تعال بقى نكمل بقية الفيديو ونشوف هنعمل ايه. انا بقى قلت انا خلصت بقى طبيخ الحلو بتاعي ده، تعالوا بقى نعمل ايه. نجيب الحفة بتاعتنا. طبعا انا عندي الحفة فايبر، هي خفيفة مش تقيلة عشان كده اتحطت في الغسالة. حطيت شوية معطر هدوم، وحطيت شوية برسيل جل وبريل. ايوه بريل، ما تستغربوش يا جماعة، البريل بينضف الهدوم جدا والله وجميل. وحطيت عجينة. بعد من كده بقى اللي سبتهم بقى مع نفسهم كده، حطيت اول لحاف يتغسل معانا. بعد من كده شفتوا المية بتاعته، على فكرة هي مش عكرة ولا حاجة يا جماعة، انا حطيته بقى يتعصر في قلب العصارة. ايوه بشتله من هنا يتعصر ينزل الصابون بتاعه خالص والوسخ اللي فيه. بعد من كده بشتله وارجع اشطفه تاني في البانيو. انا بزود الغسالة بتاعتي تاني عشان احط اللحاف بتاعي التاني. وحطيت طبعا المسحوق اللي انا كنت عاملاه، حطيت لها شويه برضو. بعد من كده سبت بقى اللحاف التاني ياخد ويدي مع نفسه برضو كده يتغسل. طبعا انا ما بخزنش اي حاجه الا لما اغسلها الاول، كلنا لازم نعمل كده، ما نكسلش طبعا ونقول في الشتاء الجاي نبقى ايه نغسله. هنا بقى الميه بتاعت الصابون كانت نازله خالص، انا كنت حابه ان انا اوريها لكم. انا طلعت اللحاف بتاعي وحطيته في البانيو يتشطف طبعا ويتغسل. حطيته بقى في البانيو يتشطف حلو. بعد من كده بقى بسيبه يصفى شويه، وبعد من كده بقوم حطاه يتعصر. انا بقى عملت ايه بعد ما عملت كده، سبت اللحاف بقى يتعمل اهو. جبت بقى شويه بريل كده، ايوه بريل، وقمت حاطه بقى الحيطه بتاعه الحمام بتاعتي، قلت اما امرشها شويه لان هي كانت عايزه تتغسل. هي ما كانتش وسخه ولا حاجه، بس ما كانتش عجباني يا جماعه، فقلت لا امسكها اغسلها كده وامرشها شويه، يعني تدينا روح حلو كده، نحس ان احنا داخلين التواليت ده يبقى حاجة تانية كده. المهم بقى قمت تاني ماسكاه مشراه زي ما انتوا شايفينه كده، بشرته كده. بعد ما بشرته بالطريقة ديت وغسلته كده ونزلت الصابون اللي عليه، قمت داخلة على الحوض بتاع الحمام، غسلته برضو وبشرته زي ما انتوا شايفين. المهم ادانا بقى شكل حلو وجميل بعد ما كانت المية قطعة بقى يا جماعة وجات لنا لسه. كده اللحاف بتاعي اتغسل اهوت واتشطف بقى حلو وصفى ميته. انا بقى جبت شوية معطر وشوية مية وحطيتهم فيه وعملتهم كده مع بعضهم. بعدين حطيتهم على اللحاف عشان يدينا ريحة حلوة كده وهو متعان في قلب الدولاب، ما يبقاش فيه ريحة مش حلوة. المهم بقى انا حطيته كده يتعصر مع نفسه. بعد من كده بقى جت على الحوض بتاعي وقمت ماسكاه مشراه وغسلاه ومصبناه زي ما انا صبنت اللحاف بالظبط. قمت عاملاه بقى ومنضفاه حلو كده. وبعدين اشتلت الستاره بتاعت المرايه ديت، انا حاطه ستاره على المرايه بتاعت الحمام، رفعتها فوق لحد ما غسلت المرايه.
بعد من كده بقى رصيت اللي انا حطاهم تاني وعملتهم، ورجعت غسلت الحوض تاني، حسيت ان هو ما عجبنيش غسيله، رجعت مرشته تاني. تعالوا اشربوا قهوة معايا يا جماعة. انا بشرب قهوة بقى، قلت انا خلصت لازم انا اروق مزاجي شوية طبعا، اشرب شوية قهوة كده. وطبعا ملكة كالعادة بتصوت معانا في الفيديوهات، معلش الفيديو مطول عليكم شوية بس هيعجبكم في الاخر والله، والفيديو جميل وبسيط. قوموا انتوا وهي، يلا اتشطروا كده انتوا وهي، واعملوا المجهود ده والنشاط ده معايا زي ما انا عملت كده النهارده. قوموا كل يوم هنعمل مجهود جديد ونشاط، هنلاقي نفسنا كده جسمنا فك كده من بعض وبقينا بنجري كده وبنتنطط، مش هنكسل بقى هبطانه وتعبانه وجايلي احباط وجايلي شلل وكلام من ده. المهم بقى بعد ما غسلته بقى ورصيت الرصه بتاعتي، يا سلام يا سلام يا سلام، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه والعسل ده والله. قومي يا بنتي انت وهي، قومي اعملوا النشاط اللي انا عملته ده النهارده. انا كنت مكسله في الاول بس قلت يلا. شوفوا بقى الحفكه اللي ريحته طالعه جميله. تعالوا بقى اخر حاجه معانا في الفيديو بتاعنا، صينيه البطاطس الجميله ديت بعد ما انا طلعتها بقى من الفرن، ملكوش دعوه بالحله الكبيره ديت. المهم بقى انا ايه، عملت الطماطم عشان كنت بعمل طماطم يا جماعه. عملت الرز اهوت. بعد ما خلصت الرز بقى يا سلام على الفلفله، انا ما كترتش الشعريه فيه، انا بحبه بسيط كده. هنخلص شويه الشعريه، نسيب شويه اللي بعد من كده. المهم دي صينيه البطاطس وده الغدا بتاعنا. ايه رايكم في الغدا بتاعنا يا جماعه، حلو ولا ايه؟ التليفون كان واقع مني. اشوفكم في فيديو جديد وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو.